السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. والوصفه اللي شاركت معكم ديال الحريشات معمرين بالتمر او معمرين بالحشوه ديال التمر، كيجيو لذاذ بزاف ورائعين، وكنتمنى الوصفه تعجبكم. نبدا معكم بسم الله على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. عندي 500 غرام ديال السميده اللي كنديروا بها البغرير، وعندي رشيشه ديال الملحه، وعندي واحد ساشي ديال الفاني او ساشي ديال السكر فاني، وساشيه ديال الخميره ديال الحلوى من وزن 8 غرام. وهذه الحشوه ديال التمر اللي كتشوفوا معايا، وغنضيف عليه معاها هاد زهره البرتقال او الفاني بنكهه ديال الزهر. هذه غنخليها الحشوه ديال التمر، وكنخلط هاد النواشف داك الفاني والخميره اللي شفتوا معايا والملحه ومعلقه ديال السكر. ضفت معلقه ديال السكر كبيره تكون عامره، وكنخلط مزيان ديك النواشف، ومن بعد كنضيف كاس ديال الزيت ما عامرش. انا هاد الكاس عندي صغير شويه على كاس عنبه، بصح حتى كاس عنبه ما كنديروش، المهم كنديروا النص او كنديروا كاس ما عامرش. هذا ناقص عندي شويه على كاس عنبه صغير، شويه وصافي ماشي بزاف. وكنبسو هاد السميده مزيان بالزيت كما شفتوا معايا. كنلبسوها بالزيت مزيان السميده بحال اللي كنفتلو الكسكسو، ومن بعد حتى كتلبس السميده مزيان كنضيفوا الماء انا تخليه هنايا 2.5 كيسان ديال الماء. وهاد السميده كنخفوها شويه كتجي خفيفه. من بعد ملي غنرجع للحشوه ديال التمر نخليها هي تشرب، كتكون صافي جات هي هذيك كتشرب كتولي المهم القوام ديالها هو هذاك. دابا ندوز معكم للحشوه ديال التمر. درت رشيشه ديال الملحه، غير شويه ديال الملحه، وكندير راس معلقه ديال القرفه، معلقه صغيره، ونص معلقه ديال الزبده معلقه كبيره نص ديالها، وكندير هاد الفاني ديال الزهر او زهرات البرتقال. كتعطيه واحد المذاق زوين للتمر. الا كان عندنا متوفر ماء الزهر كنديروا ماء الزهر، ما كانش كنديروا هاد زهرات البرتقال او الفاني ديال الزهر. وكنخلطوا ديك القرفه والزهر والزبده مزيان مع هاد التمر كما شفتوا معايا. ها هو حتى كينسجم معاه ديك الزبده والزهر مع هاد التمر. ومن بعد كنديروهم كويرات، كديروا القياس ديالكم. درتها نتوما كتشوفوا كويرات شويه صغار. الا بدا التمر كيلصق في اليد كندهنوه بشي شويه ديال الزيت، يدينا كندهنوه بشويه ديال الزيت، وكنبداو نكورو داك التمر ديالنا حتى كنساليوه. من بعد ما كنكوروه كنبداو نبسطوه بهذا الشكل هذا. ومن بعد ما صايبت التمر ديالي كنرجع للحرشه كنلقاها راه تشربات ورجع، المهم القوام ديالها هو هذاك. كنجيب هذا الغطاء ديال القنينه ديال الشكلاط، او المهم قنينه، الغطاء ديال القنينه بحال هذه، اولا كتخدموا بداك الطابع ديال الحرشه. وكنجيب الحرشه كنبسط العجينه ديال الحرشه في اليد ديالي، وكندير في وسطها العجينه ديال التمر، ومن بعد كنسد عليها وكنمرغها في ديك السميده اللي خليت انا فاش نقرص. وكنديروا المقله ديال الوجده فوق البوطه كتسخن مزيان. بعد كنبداو نستفو فيها الحريشات ديالنا كيطيبوا على خاطرهم، ما تكونش النار مجهده بزاف باش كيتحمروا مزيان وعلى خاطرهم. كما كتشوفوا كنعاود معكم حبه اخرى. كنبسط ديك العجينه ديال السميده في يدي، وكندير فيه العقده ديال التمر، ومن بعد كنسد عليها وكنمرغها في هاد السميده، ومن بعد كنديرها في داك الغطاء باش كيعطيني الشكل دائري كيجي مقاد. وصافي كنحط الحريشات ديالي في المقله وكنخليهم يتحمروا على خاطرهم. كيتحمروا من الجهه لتحت كنقلبوهم من الجهه اللي كتكون هي في الاعلى باش كيتحمروا من جوج جهات مزيان.
صافي. وانا كنكمل الحريشات اللي باقي لي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه كما شفتوا معايا. كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف، والمذاق ديال التمر كيجي زوين بداك النكهه اللي فيهم ديال الزهر، كيجيو رائعين. راه كيعجبوا حتى الوليدات داك التمر وداك الحلاوه، كيلقاوهم حلوين، كيجيو زوينين بزاف. كما شفتوا التمر كيبقى بديك الحلاوه ديالو الطبيعيه، ما زدنا فيه لا سكر لا والو. ها هو الداخل ديال الحريشات كيفاش كيجي داك التمر معلك من الداخل وكيجيو لذاذ. راكم شفتوا الحريشه نسمناها بالفاني، وديك العقده ديال التمر نسمناها بديك زهره البرتقال او الفاني ديال البرتقال. ما كانش هذاك كنديروا الزهر كما شرحت في الاول. وهادو هما الحريشات كيجيو شهوه منهم. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات والاشتراك في القناه، وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه والدعوات ديالكم. الله يجعلها في ميزان حسناتكم. نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد، في امان الله.